زيزو خط احمر، زيزو مش للبيع. انا جايب خبر يعتبر هو خبر الموسم بالنسبه لجماهير نادي الزمالك، ما اعرفش حلو ولا وحش، بس انا زيك يعني. انا دعبست كده لحد ما وصلت لاخر حاجه بخصوص احمد السيد زيزو. في جلسه حصلت بين احمد سيد زيزو ووالده وحسين لبيب واحمد سليمان في منزل حسين لبيب، واكدوا ان هم متمسكين بيه وعايزينه في نادي الزمالك، وان في عروض جايه له من نيوم السعودي والعربي القطري، بس احنا عايزينك معانا في نادي الزمالك، واحنا هندفع لك اقصى حاجه يعني يمكننا ان احنا ندفعها للاعيب في نادي الزمالك عشان خاطر امكانياتنا وعشان خاطر كل الظروف اللي بيمر بيها النادي. واكدوا ان هم هيديله رقم هو الاكبر في تاريخ نادي الزمالك، اكبر عقد هياخده لعيب كوره داخل نادي الزمالك. مش محددين ارقام عشان ما حدش يطلع يقول ارقام وده خد 100 مليون ولا خد 150 والكلام ده كله. هم مش قايلين اي ارقام خالص، وقالوا له اقعد وجدد مع نادي الزمالك لمده 3 سنين. والراجل مشي من الجلسه دي على اساس انه هيفكر في الامور، لان الرقم اللي هو طالبه من نادي الزمالك اكبر من امكانيات النادي. ده على كلام احمد سليمان، ان هو زيزو طلب رقم اكبر من امكانيات نادي الزمالك. فقالوا له احنا هنعمل معاك 1 2 3 ودي اقصى حاجه هنقدر نعملها عشان خاطر امكانيات نادي الزمالك. وخلال الكام يوم اللي فاتوا دول نادي الزمالك درس ان هو يجدد لزيزو بالرقم اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت اول ما يجدد يبعتوه اعاره لمده موسمين في نيوم السعودي، يبقى استفاد منه ماديا في نفس الوقت يعني مش هو اللي دفع الفلوس بتاعت التجديد بتاعته، هياخدوا فلوس الاعاره يديها له كتجديد يعني كل سنه. دي حاجه درسوها. في نفس الوقت لو عملوا حاجه زي كده عايزين يمتصوا غضب الجمهور، فهم مش عارفين. المفروض دلوقتي ان زيزو بيفكر لسه في العرض اللي الزمالك عرضه عليه، وهيشوف هيرد عليهم بايه. في نفس الوقت نادي الزمالك بيفكر ان هو اذا باع زيزو للدوري السعودي او الدوري القطري سواء هنا او هنا، بيفكر يحط بند ان اللاعب في حال اذا رجع مصر يرجع الزمالك فقط. بيشوفوا الحوار ده بقى بطريقه قانونيه، وبيدرسوا الحوار دوت مع نيم السعودي بطريقه قانونيه، بحيث ان هو موديناك السعوديه يوم ما تفكر ترجع هترجع للزمالك فقط لا غير، مش هترجع لاي نادي تاني عشان ما يبقاش كوبري بمعنى اصح. في نفس الوقت اللي احنا عايزين نعرفه لمجلس اداره نادي الزمالك اللي جاي، والمفروض على علم من قبل ما هو يجي ان انت داخل على كارثه ماديه، المفروض يبقى معاك حلولها من قبل ما تدخل، لان انت مش جديد عليها، انت جاي وانت عارف بيها، فالمفروض يبقى معاك حلولها تيجي تحلها. يعني ده بديهي. فالمفروض ان انت جاي اهم لاعب عندك في الفريق واهم لاعب في الدوري المصري هو احمد سيد زيزو، ده المفروض تجدد له اي حاجه تانية تفكر فيها. ده اساس الفرقه يا جدع. ده كولر يوم ما تعرض ان امام عاشوري جاله عرض الايام اللي فاتت دي من الدوري السعودي وتعرض ان هو يبيعه، راح قال لهم ده من قوام الفريق الاساسي، استحاله ابيعه، ده مبني عليه، فده استحاله ان انا ابيعه. انت عايز تيجي اهم لاعب في فرقتك واللي شايل فرقتك لمده 3 سنين فاتوا انت عايز تبيعه؟ دي كارثه. زيزو مش للبيع، زيزو مش للبيع. انتوا فكروا كده مع بعض، اقعدوا حلوها. شوفوا بقى ممدوح عباس رجال اعمال شوفوا بقى راعي التيشيرتات الجديده او اللي هيصمم لك التيشيرتات الجديد زاد دوت القطري يمول لك بفلوس تاخد كارد. زيزو خط احمر، زيزو مش للبيع. معك حسينا وابتدينا بعد ما بعدنا وانتهينا، لازم بايدينا نغير نفسينا، اديتنا كتير والباقي علينا.